السادة مشاهدي آغا سمارت ستوري الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بخير بمناسبة شهر رمضان المبارك. الحلقة الأولى عربيا عن لابتوب لو عرفت إمكانياته هتدور عليه، امتداد السلسلة الرائعة HP EliteBook 745 لكن في الجي 7 نزلت باسم 845 جي 7. وتقدر تشوف في أول تعليق ووصف الفيديو فيديوهات كنا أول من يقدمها بموضوعية وتحليل علمي ومنطقي عن معالجات الجيل الأول من رايزن زي HP EliteBook 745 جي 5، والجيل الثاني من رايزن زي HP EliteBook 745 جي 6. وجيه الوقت بقى نتكلم عن الجيل الثالث النهارده في الموديل الأروع جي 7، لأنه يشمل في كل إمكانياته أمور هتخليك بتقول كان فين من زمان معالج بالقوة دي ومتوسط السعر ده، وكمان لابتوب بالتصميم الرائع ده، ومش هتتردد كتير في اقتنائه. يعني تقدر تقول حاجة متكاملة بجد بهيكل كامل من الألومنيوم بحواف بزاوية مدية شكل جميل، كذلك وزن خفيف كيلو 330 جرام، يعني هايل من كل حاجة. اثبت حضورك بلايك، وما زلنا بنقول لو لسه مش مشترك في القناة لسه قدامك الفرصة انك تشترك وتفعل زر الجرس عشان يوصلك اقوى معلومات على اليوتيوب في الوطن العربي الكبير عن كل انواع اللابتوبات الموجودة بتفاصيل. ناس كتير كانت بتتمنى تلاقي المراجعات دي عشان توصل لأدق المعلومات بسهولة، وقدرنا نوفر لك كده والأول مرة. معكم أنا ضياء آغا وحلقة جديدة عن اللابتوب المتميز HP EliteBook 845 جي 7. لابتوب ممتاز من سلسلة ال 800 ال HP اللي دايما متميزة في الشكل والتحدي في الشياكة، متناسق في التصميم ونازل بنفس الهاوسن والشكل الأجهزة زد بوك فايرفلاي 14 جي 7 وجي 8 موبايل ورك ستيشن، كذلك الجهاز الشهير HP EliteBook 840 جي 7 وجي 8، وأيضا الجهاز HP MT 46 موبايل سين كلاينت. بيجي معالجات قوية جدا من شركة AMD تتفوق في القوة والسرعة عن أجيال عالية جدا من شركة انتل، وهنحلل ليك كل معالج بقوته وإمكانياته. المعالج الأقوى اللي بيجي بيه هو AMD Ryzen 7 Pro 4750U APU، ده السرعة بتاعته 1.7 جيجا هرتز، بيعمل ماكس توربو سبيد بيوصل ل 4.2 جيجا هرتز، ب 8 ميجا بايتس كاش ثماني النواة. خلي بالكم من كلمة ثماني النواة دي لأنه ب 16 مسار أو ثريد، يعني كل نواة منقسمة 2. المعالج ده يا جماعة جبار حقيقي لو حبيت تقارنه بنظيري في انتل، ولو اعتبرنا مثلا انه محقق سكور 100، فاقرب معالج له في القوة من ناحية جميع المقارنات هو كور i7 11375H، وبيحقق بالمقابل له في السكور 96.22، يعني متفوق على كور i7 جيل 11H، ودي طفرة حقيقية من شركة AMD ان المعالج ده يوصل للقوة دي. يليه في القوة مباشرة AMD Ryzen 5 Pro 4650U APU، ده سداسي النواة ب 8 ميجا بايتس كاش، ايضا ب 12 مسار او ثريد، يعني كل نواة منقسمة 2. وكذلك المعالج ده لو حبيت تقارنه بنظيري في انتل، ولو اعتبرنا مثلا انه محقق سكور 100، فاقرب معالج له في القوة من ناحية جميع المقارنات هو ايضا كور i7 11375H، وبيحقق في المقابل له 96.75، يعني متفوق عليه ايضا وما زال في المقدمة، يعني يتقارن فقط بالمعالج رايزن 7 المذكور سالفا، أقل منه في القوة حاجة بسيطة. المعالج الأخير اللي بيجي بيه هو AMD Ryzen 3 Pro 4450U APU، ده السرعة بتاعته 2.5 جيجا هرتز، بيعمل ماكس توربو سبيد بيوصل ل 3.8 جيجا هرتز، رباعي النواة ب 4 ميجا بايتس كاش. معالج أيضا قوي ب 8 مسارات أو 8 ثريدز، يعني كل نواة منقسمة 2 من الأربع أنوية. كذلك لو حبيت تقارنه بنظيري في انتل، ولو اعتبرنا مثلا انه محقق سكور 100، فاقرب معالجات له في القوة من ناحية جميع المقارنات معالجات قوية جدا، وهي كور i7 8850H، ومحقق بالمقابل له في السكور 102.12، يعني معالجنا الرايزن اقل منه بحاجة بسيطة. وايضا المعالج كور i5 1145 جي 7 محقق 99.63، يعني معالجنا متفوق عليه. وايضا المعالج كور i7 8750H محقق
بتحقق 99.83. وما تنسوش ان المعالجات الكور i7 الثامن المذكورة دلوقتي دي اللي في الأجهزة الشهيرة القوية HP ZBook G5، وكذلك دي البريزيشن 7530، ودي أجهزة عمل شاق وورك ستيشن محققة قوة عالية جدا في العمل. تقدر تدخل على قناتنا وتشوف شرح الأجهزة دي ومدى قوتها. جميع المعالجات دي من نوعية APU، يعني مدمج فيها كروت شاشة من نوعية راديون جرافيكس، ودي من فئة كروت الشاشة AMD راديون فيجا، وهي وحدة رسومات عالية الأداء بتتميز بتوفير قدرة عالية على معالجة الصور والفيديو وتشغيل الألعاب، خصوصا في اعتمادها على قوة المعالج الجبارة وأيضا حجم الرامات. لو حبيت تقارنه بكارت شاشة في انفيديا فتقريبا المساوي ليه في القوة هو كارت الشاشة انفيديا جي فورس MX 350. ده كارت شاشة 2 جيجا بايت GDDR5، وده متوفر في أجهزة بمعالجات قوية جدا. ولو قارنت الأجهزة دي في المجمل بجهازنا النهاردة، لا جهازنا يتفوق عليهم في توليفة المعالج وكارت الشاشة. الأجهزة دي على سبيل المثال زي ايسوس زينبوك UX 425 وايسر سويفت 5، وكذلك لينوفو ايديا باد سليم 7، وكذلك HP بافيليون 14، وديل انسبيرون 15 7000، وام اس اي مودرن 14، وريزر بليد ستيلز 13. كذلك الجهاز HP MT 46 موبايل سين كلاينت يعتبر هو نفس الجهاز اللي بنتكلم عنه النهارده 845 G7 في الشكل وكامل الامكانيات الداخليه، بس بينزل بالمعالج رايزن 3 فقط. يعني ايضا الحلقه تعتبر شرح الجهازين للمهتمين. بالنسبه للشاشه بتاعته بتيجي بحجم 14 بوصه بحواف سليم، بتوفر مساحه رؤيه كبيره، وكمان بتيجي بريزوليوشن واحد فقط هو فول HD IPS. دقه الريزوليوشن طبعا 1920 في 1080، لكن بتيجي بثلاث انواع شاشات. النوع الاول مدعومه بالشور فيو، وهي خاصيه في HP رائعه بتمكنك وحدك من الرؤيه، يعني لو حد قاعد جنبك حب يبص يشوفك بتعمل ايه، وفعلت الخاصيه دي بتحجب الرؤيه عنه. النوع الثاني بدون الشور فيو، اما النوع الثالث بتيجي تاتش سكرين بس بدون خاصيه الشور فيو. بالنسبة للتخزين في جهازنا النهاردة، قابل ان هو يشيل هارد بمقاس 2280 M.2، تقدر تضيف SSD او NVMe. وبالنسبة للرامات في 2 ديم سلوتس، قابل انه يشيل رامتين بمقاس 16 و16، يعني اقصى قدرة ل 32 جيجا بايت DDR4. متميز بكماليات في منتهى الروعة للبزنس للحماية زي بصمة الاصبع وكاميرا AR للتعرف على الوجه، كذلك كفر للويب كام. في دول اري ميكروفون على فكرة، وده شيء رائع في اللابتوبات، بيدي نقاء ودقة طبيعية للصوت و8D للمستمع. بيجي بمدخلين USB 3.1 تايب سي وبيدعموا الثاندر بولت، ودي طبعا ميزة هايلة جدا. كذلك في مدخلين USB 3.1 جنريشن 1، منهم واحد للشحن السريع. كذلك في مدخل مزدوج سيم كارد ان SD كارد في نفس الوقت. ايضا في مدخل HDMI 1.4B للعرض على الشاشات وداعم لشاشات ال 4K. البطارية بتاعته هايلة جدا، HP لونج لايف لي ايون 3 سيل 53 وات اور، والشاحن الاصلي بتاعه من 45 ل 65 واط، وما تشغلوش على اعلى من كده عشان ما يعملكش مشاكل في التاتش باد او يدمر البطارية. في نهاية الحلقة لازم نوضح ان المعالج في الجهاز ده درجة حرارته تزيد عن المعالجات الانتل بحوالي 5 درجات، انما هي طبيعته، فممكن تستخدم مروحة خارجية او قاعدة تبريد اثناء استخدامه، ولو ما استخدمتش مش هيحصل معاك اي ضرر للجهاز. اما النصيحة بقى انه لابتوب ممتاز جدا جدا بالمقارنة مع أي جهاز آخر بنفس أدائه أو مماثل له في القوة أو مماثل له في الفئة السعرية. يعني تقريبا أنت هتوفر من 8000 ل 10000 جنيه لو هتجيب جهاز مماثل له في القوة ببروسيسور انتل. ما تنساش تشترك في قناتنا وتفعل زر الجرس واللايك والشير، لان ده بيحسسنا ان اللي قمنا بيه من مجهود في جمع المعلومات دي شيء ذو اهمية. وكمان ما تنسوش اننا بنعرض صور اجهزتنا عشان تشوفوا مدى جودتها، لاننا فقط من نمتلك الخبرة والمصداقية قبل وبعد البيع. روابط الشراء والتواصل في شرح الفيديو اول تعليق. تابع الفيديو للنهاية عشان تشوف الجهاز الرائع بتاعنا النهاردة من جميع الزوايا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.